أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من عيار تقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. وبعد ما أصدرنا تأليف الحلقة الأخيرة من قصة الوحوش، واللي عدى على إصدارها حوالي تقريبا 10 أيام، جه الوقت إن احنا نطلق الأغنية الحزينة الجديدة اللي تم كتابتها من فترة كبيرة جدا، واللي هي بعنوان وحشاني ونفسي أشوفها تاني. الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين بتتكلم عن الافتقاد، يعني لما تحب حد ويسيبك فيوحشك، فده موضوع الأغنية الحزينة يعني. فالأغنية الحزينة دي رائعة جدا 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 يا أعزائي المتابعين، والكلمات بتاعتها يعني متميزة جدا، وأنا فخور بنفسي إن أنا كتبت الكلمات الأغنية الحزينة دي بالطريقة دي وبالشكل ده. وطبعا جه الوقت إن إحنا نصدر الأغنية الحزينة دي في القناة النهاردة بإذن الله. طبعا يا أعزائي المتابعين، الأغنية الحزينة دي مكتوبة بقالها مدة كبيرة من شهر 5، احنا يعني من نص شهر 5 كده كتبتها، وقلت هبقى أصدرها بعد ما أخلص تأليف قصة الوحوش بالكامل. والحمد لله قصة الوحوش خلصنا تأليفها، وجه الوقت النهاردة بعد 10 أيام من انتهائي من تأليف قصة الوحوش، جه الوقت إن أنا أصدر الأغنية الحزينة دي. وبالمناسبة أنا هغني لكم حتة كده صغيرة من الأغنية الحزينة دي، عشان بجد الأغنية الحزينة دي معمولة من القلب. يعني الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين مش بس مجرد كلمات، لكن هي أكتر من كده بكتير. هغني لكم حتة من الأغنية الحزينة دي. وحشاني نفسي أشوفها من تاني، من غيرها يقدر يعوضني، أو من بعدها يقدر ينسيني. ده أنا عايش في اكتئاب، وحشاني ومن بعد فراقها مش عارف أعيش أيامي، حاسس بكل حاجة مضلمة قدامي، وكأن الطريق اللي ماشي فيه النور قطع وما بقاش فيه أي نور، وبرجع للذكريات وأيام الماضي. وبكده يا أعزائي المتابعين أنا غنيت لكم حتة جزئية كده من الأغنية الحزينة اللي أنا عملتها دي. وطبعا مش هقدر أقول لكم يا أعزائي المتابعين عن روعة الأغنية الحزينة دي. ومفاجأة بقى إن الألحان اللي أنا عملت عليها الأغنية الحزينة دي أنا اللي لحنتها كمان. فالأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين رهيبة جدا. وطبعا يعني أنا مش عارف أقول لكم إيه بجد، يعني هي من أروع الأغاني الحزينة اللي أنا كتبتها في حياتي، وأنا فخور بنفسي إن أنا عملت الأغنية الحزينة دي. أغنيها لكم تاني. وحشاني ونفسي أشوفها من تاني، من غيرها مين يقدر يعوضني، أو من بعدها مين يقدر ينسيني. وحشاني من بعد فراقها مش عارف أعيش أيامي، حاسس بكل حاجة مضلمة قدامي، وكأن الطريق اللي ماشي فيه النور قطع وما بقاش فيه أي نور، وبرجع للذكريات
وأيام الماضي. الأغنية الحزينة دي أعزائي المتابعين تنزل النهاردة في القناة، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.